أنا الأستاذ جان جورج أنطون، محامي جنايات، مستشار جريدة أهم الإخبار، وسفير النوايا الحسنة من وزارة التضامن. بما أن النهاردة هنتكلموا على القضية الفلسطينية أو ما يعرف بطوفان الأقصى، فأنا هقول وجهة نظري في الموضوع بشكل عام. بالنسبة للسياسة المصرية اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات هامة جدا 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 في تاريخ مصر، لأن المخطط الإسرائيلي إن اللي هو نزوح أهالي فلسطين ودخول إلى أرض سيناء ده مخطط قديم جدا جدا جدا، والمخابرات العامة والحربية على علم بيه من زمان. طيب إيه اللي حصل؟ اللي حصل في الأول أن المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي قال إن أهالي فلسطين يروحوا إلى سيناء. عبرت مصر عن رأيها وقراراتها إن مفيش حد هيخش من معبر رفح. حاولوا معاك بطريقة تانية، قال لك طب بالنسبة للناس اللي عندهم ازدواجية في باسبورهم مزدوج زي إسرائيلي أمريكي أو هكذا، أو حتى مش إسرائيلي أمريكي أو ألماني، هتدخلهم لنا بس. ده طبعا لعبة سياسية قذرة، لأن لما يجي يدخل الباسبورات اللي هم الأمريكي أو الإسرائيلي أو أيا كان، ده بعد كده هيبقى فيه ضغط دولي رهيب على السيادة المصرية بأنه بعد كده يدخلوا أهالي سيناء، لأن في السياسة أنت لو وافقت مرة هتوافق بعد كده، ويبقى فيه ضغوط دولية أكثر. لذلك إحنا ما ينفعش حتى ندخله 10 فلسطينيين، لأن يبقى حضرتك طالما وافقت مرة هيبقى فيه ضغوطات وهتوافق مرة. فالرئيس السيسي كان واضحا لما قعد مع أولاف تشولز رئيس وزراء ألمانيا، وكان واضحا لما قعد مع وزير خارجية أمريكا بلينكن، وكان واضحا في مؤتمر السلام أن القرار نهائي، وأن لم يتم دخول أي مواطن فلسطيني أو مش فلسطيني عبر معبر رفح. طيب إيه اللي حصل بقى؟ السياسة المصرية من أقوى فتراتها، لأن أنت عندك دلوقتي أمريكا المتعارف عليه، وحقيقة أن أمريكا أقوى دولة في العالم. لما يجي المواطنين الأمريكان أو مزدوجين الجنسية أمريكي إسرائيلي أو أيا كان، ويقول لك أنا معايا الباسبور الأمريكي عند معبر رفح، والسياسة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي يرفض باسبور أقوى دولة في العالم، ده دليل أن السياسة المصرية لا تخضع لأحد، وأنها في أقوى فتراتها. طيب بالنسبة بقى للناس اللي بتتكلم عن الحرب، أول حاجة إن مصر تحارب ده يا جماعة مش بسهولة. ليه مش بسهولة؟ أنت دلوقتي لما بتيجي تحارب بتحارب إسرائيل اللي هي تعتبر بنت أمريكا. أمريكا طالما ضدك طبيعي هتعمل إيه؟ هي والناتو هيفرضوا عليك عقوبات اقتصادية. يبقى أنت لازم تبقى جاهز للحرب من ناحية الموارد. 2، عندك دلوقتي الحل السلمي أفضل. ليه؟ لأن إحنا دلوقتي أنت تعرف متى تبدأ الحرب، أو أنت قرارك إنك تبدأ الحرب ده يرجع لك تقدر عليه، لكن تنهي الحرب إمتى ده ما تقدرش عليه. طب أنا لو بديت حرب هتخلص إمتى؟ طب كام جندي عندي من هيموتوا؟ طب الموضوع هيتوسع لحد فين؟ هيتوسع بقى اللي أنا هشجع إيران، شجع الدول العربية، وأمريكا ما بتحاربش لوحدها، وإسرائيل ما بتحاربش لوحدها، دايما معاهم الناتو، والقانون بيقول إن أي اعتداء على دولة في الناتو لازم كله يحارب. طب أنت هتدخل نفسك في حرب قد تكون حربا عالمية، فقرار الحرب مش بالسهولة دي زي ما الناس بتقول اضرب اضرب. طب ليه السياسة المصرية وقفت بعد ما اتضرب برج المراقبة المصري؟ طب ما المفروض يعملوا حرب. أول حاجة بعيدا عن اتفاقية السلام، الإسرائيليين برضو فوتوا لنا. إسرائيل فوتوا لنا لما محمد صلاح قتل 3 من الجندي، محمد صلاح قتل 3 وأصيب 1. فوتوا لنا لما من داعش لما ضرب صاروخ من مصر على إسرائيل. فوتوا لنا في كذا حاجة. فما يجيش واحد يقول لي وبعدين انت عندك في خلال نص ساعة الجيش السياسة الإسرائيلية نتنياهو او المتحدث العسكري نزل اعتذار رسمي للجيش المصري. ما تأخروش. ده بعد ايه؟ ده كمان اول ما حصلت القصة دي بايدن رفع التليفون رئيس امريكا على نتنياهو، قال له خلص الموضوع، لان هم مش عايزين جبهات تتفتح، هم بيترعبوا من
من الجيش المصري، لان رعبهم زمان في عز حرب اكتوبر لما كان الاسلحه زي الطيران ما بناخدهاش الى حد ما من الاتحاد السوفيتي، لان طبعا الاتحاد السوفيتي كان عايز الحرب الطول لانه كنا بناخد منه اسلحه. عز ما كانت الطيارات اللي عندك قديمه، عز ما كان في مشاكل كتير عندك، قدرت تنتصر عليهم. احنا دلوقتي بنتكلموا عن جيش متطور. والرئيس عبد الفتاح السيسي قال ايه؟ قال احنا عندنا كتير قوي، بس انا مش بقول عشان الناس اللي بره. فاصبح هم مش عايزين يخشوا معاك في جبهه. فغلط من التسرع ان احنا ناخدوا قرار حرب بالسهوله دي، لانه بيبقى عليه توابع كتير. بالنسبه للقانون الدولي ورأي العالم، القانون الدولي ورأي العالم ادهش العالم كله بانه عديم الانسانيه. مش القانون الدولي بس، يعني سيبك من القانون الدولي، احنا ممكن نتكلموا على دول العالم او الدول القويه في العالم، منهم المانيا وايطاليا وامريكا ودول كتير. كيف يرون كل المشاهد اللي بنشوفوها، جرائم الحرب اللي هي التهجير القسري ده جريمه حرب، ضرب المدنيين ده جريمه حرب، كل جرائم الحرب دي القانون الدولي يشوف الفيديوهات ويشوف كل حاجه، ويجي في الاخر لما يجي مؤتمر السلام اللي دعاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، او هم حتى في بلدهم ما يتكلموا يقول لك حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها. للدرجه دي؟ للدرجه دي الانسانيه ماتت؟ للدرجه دي الانسانيه ماتت؟ واحد بيشوف فيديوهات على النت، اطفال بتموت وبيتيتموا، واب ابنه بيموت، وبنت بيموت. انت دلوقتي المعركه الرئيسيه هي مع حماس، وليس اهل البلد، وليس فلسطين. حاجه برضه عايز اتكلم فيها، ان الجيش المصري حتى لما حارب الارهاب في سيناء ما اتخذش نفس هذا الموقف. كان عنده مبادئ وكان عنده اخلاق. بدأ عشان يعمل حرب شامله يهجر الناس بتوع سيناء واحده واحده. كان بيحظر ان فرخه تموت، يحظر. يعني اللي هو اسامه، سياده الفريق اسامه مندور، وهو بطل من ابطال حرب اكتوبر وحاصل على النجمه العسكريه، قال في مؤتمر سفراء النوايا الحسنه وانا كنت حاضره، قال احنا كنا حريصين ان نضربه فرخه في حوار لما كان عندنا حرب ارهاب في سيناء. فالقانون الدولي الواحد مش مؤذي منه جدا عشان شايف كل الكلام ده ولم يتخذ خطوه. فهي بالنسبه له السياسه مصلحه وليس رحمه او عدم انسانيه. وشكرا حضرتك. كيف ترى الإرادة المصرية أو إرادة صانع القرار إن هو قدر إن هو يفرض دخول المساعدات إلى غزة؟ تمام؟ دي جزئية. الجزئية الثانية، كيف ترى مؤتمر القاهرة للسلام وتوافد وفود من عدة دول تمام للاستماع لوجهة الرأي المصرية للوصول إلى حل الدولتين؟ هو بالنسبة للمساعدات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيحاول بكل جهد يدخل المساعدات لفلسطين، وكان نتنياهو في ضغوط دولية عليه في القصة دي، خصوصا أمريكا حتى مش بتتذاع. لأن لما بقرأ الصحف الأمريكية والإسرائيلية وكل الصحف كان في ضغط من الرئيس الأمريكي إنه يفتح المساعدات إلى أهل فلسطين عشان أمريكا منظرها قدام القانون الدولي إيه، وعلشان يبقى بعد كده عندهم مبرر، ما احنا فتحنا المساعدات، احنا عملنا مش عارف ايه، وحق إسرائيل في الدفاع. ولكن الموضوع ما جاش بالسهل خالص. الرئيس المصري صمم ثم حدث الكلام ده، وده بيعبر عن قوة الرئيس المصري وقوة الجيش. زي ما الرئيس عبد الفتاح السيسي قال ان ما ينفعش ابني اقتصاد قوي وانا عندي جيش ضعيف، لان الجيش هو اللي لما يكون في امن عندي هبني اقتصاد كويس. والمساعدات دي برضو فتحت كان بسبب ان حماس بدأ يبقى فيه اتفاق بوساطة قطرية لتسليم الرهائن، وعلى ما اعتقد سلموا 2، ولذلك بدأ يبقى فيه اتفاق ان انا افتح معبر رفح وانت هتسلبني ناس من الاسرى. وذلك كان برضو من الاسباب مع ضغط الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. بالنسبه لمؤتمر السلام، الرئيس السيسي دعا العالم كله، يعني دعا ناس كتير من الدول، وكانت وجهه نظره
ان هو عايز يسمع منهم ان اللي بيحصل دي جريمة دولية. فوجئ الرئيس عبد الفتاح السيسي ان في ناس كتير من الدول ما عندهمش انسانية، ودول الغربية معظمهم بيقول ان حق في اسرائيل في الدفاع عن نفسها. ولذلك ظهرت على وش الرئيس عبد الفتاح السيسي حزن شديد لما لقى ان ناس كتير قوي مش بتدعم القصة دي واقفة مع اسرائيل رغم جرائم الحرب. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وهم جم المؤتمر السلام علشان برضو دي حتة مهمة، علشان يفهموا او يعرفوا نية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدخول في حرب ام لا، لان دي ليها حساب تاني خالص معاهم. لان ايران علشان ممكن تتدخل بدأت دلوقتي امريكا تسحب حاملة طائرات وتوديها عند ايران قريبة من ايران، فلو الجيش المصري اتدخل هيبقى فيه حسابات تانية خالص. ولذلك هم برضو كانوا جايين بمخطط يعرفوا نية الرئيس عبد الفتاح السيسي في التدخل ام لا. طب في نقطة تانية، بعد حكم الجماعة الإرهابية كان شكل مصر أو سياستها الخارجية متذبذبة، واستطاعت خلال فترة 8 سنوات الأخيرة تحسين هذه الصورة وتقرب وجهة النظر المصرية وعودتها إلى كونها رمانة الميزان في المنطقة وفرض إرادتها السياسية، بجانب تقرب العديد من الدول وعلى رأسها تركيا، وعودة مصر إلى القرن الإفريقي مرة أخرى. مصر في الأوان الأخيرة قعدت حوالي 8 سنين تحارب الإرهاب، واتصرف مليارات على الجيش في نتيجة المحاربة مع الإرهاب. ومع ذلك استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل من يعاونه والمؤسسات المصرية انه يعملوا انجازات عظيمة. يعني انت عند حضرتك السياحة اعلى ثروة او اعلى السياحة عندنا الاعلى في التاريخ، من ناحية بتجيب فلوس الاعلى في التاريخ. رغم ان كان عندنا ارهاب شديد جدا بقينا في السياحة الاعلى في التاريخ، فاصبح عندك كل الناس بتجيلك من كل العالم واهتم بالسياحة وصرف مليارات او ملايين على الدخلة الفرعونية اللي عملها للمتحف المصري، وفي الاخر جابت وبقينا اعلى في تاريخ مصر في السياحة. فالمؤسسات ماشية بنظام كويس جدا. وبالنسبة للعلاقات الخارجية، العلاقات دلوقتي بعد ما كانت بايظة مع قطر اصبحت قطر دلوقتي بتستثمر في مصر. بعد ما كان اردوغان والرئيس عبد الفتاح السيسي اما كان الرئيس اردوغان عايز يقف عند حدود ليبيا عشان الغاز، اصبحت دلوقتي العلاقة بينهم طيبة. بالنسبة للتسليح، الرئيس عبد الفتاح السيسي تعاون مع دول كثيرة منها الصين ومنها روسيا ومنها فرنسا عشان ينوع أسلحته. لأن لما بينوع أسلحته لما يجي جيش يحاربك انت كأنك بتحارب أوروبا، لأن أنا عندي طيارات فرنسية، عندي حاملات طائرات فرنسية، حاملة طائرات فرنسية، عندي دبابات روسية، عندي فأنت كأنك بتحارب جيش أوروبي، لأن في تناول أسلحة. صعب الجيش اللي قدامك يدرس الاستراتيجية ان تبقى واحدة، بتبقى صعبة بالنسبة له انك انت بتحارب كذا سلاح بكذا بلد متنوعة عاملاه بكذا فكر في السلاح نفسه. فاستطاع عبد الفتاح السيسي انه يحسن علاقاته وجاب سلاح من كل حتة. رغم ان حتى الرئيس الامريكي ترامب لما كان هيديله F-35 الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي الاخر ترامب رجع في رايه، والرئيس عبد الفتاح السيسي راح لروسيا قال له انا عايز سو 35، فترامب قال مصر ما تاخدهاش. راح نزل بيان من مصر مصر دولة ذات سيادة ولا تسمح لأحد بالتدخل في سياستها. فالرئيس عبد الفتاح السيسي فعلا كان رئيس مخابرات مصر، ده باين قوي في ذكائه في ان هو خلى الدول كلها صديقة ليه، بانه يجيب سلاح من هنا، انه يعمل هنا تعاون اقتصادي، انه يعمل هنا تعاون وهكذا، وبقينا كمان بنصدر.